في اليوتيوب. دابا باغي نتحدث على واحد النقطة اللي أثارتني كثير فاش شفت الفيديوهات ديال بزاف ديال الناس اللي خرجوا ما كانوش متعودين يعبروا على آرائهم، ولكن ملي هاد حمد عليوين بدا كيتحدث على شخصيات الملك كلشي الناس خرجوا. أغلبية ديال كتشوف في الانترنت ناس شياب، ناس كبار، ناس صغار، بنات، دراري، شيبانيين ديال 70 عام تيهضروا. وهذا شيء مفرح بزاف بزاف بزاف. علاش؟ ولو بغض النظر عن الموضوع علاش خرجوا، هذا شيء تيفرح، لان هذا معنيته ان الناس فاش كتقتنع بالفكره راه كتخرج كتهضر. ناس واعيه الى حد ما، ولو حنا بلادنا اكثر من 60 ولا 70% ما قاريش، ولكن غالبيه الشعب واعي بحيث فاش حس بانه محتاج يعبر على رايه وخرج لليوتيوب وهذا شيء مفرح. وانا كنحييكم وكان بعث لكم سلامي وكان ولكن في نفس الوقت نقول لكم هذا الشيء كله اللي كتقولوا انا غنتفق معكم مادام حنا باغيين نتحاوروا، ولكن عباد الله فاش كتشوفوا قصه بحال هاد السيده ديال بوشتي الشرف مع من بيتنا ندويو. انا شخصيا فاش مع من بيتنا ندويو، واش بيتنا ندوي انا مع الملك ديال بلجيكا، ولا ندوي مع الملكه ديال الانجليز، ولا ندوي مع شاروخ خان؟ هاد السيد هذا شكون اللي دار ليه هكا؟ شكون المسؤول في نظركم؟ واش انت كشخص كتقبل على نفسك تعيش اللي عاشوا هاد السيد هذا؟ واش كتقبل ان خوك وترضى ان اختك ولا خوك يوقع ليه هاد الشيء بغض النظر عن السبب عبر على رايه ولا اتهموه بكذا وكذا؟ واش الانسان كرم الله عز وجل واش يستحق يعيش بحال هاد الاشياء هذه؟ هذا سؤال حاولوا تمعنوا تفكروا فيه مزيان. تفكروا الحب ديالكم لملككم هذا شيء يحترم، كنحترموه. حبكم لملككم ما يخليكمش تشوفوش تعماو على الواقع وديروا سياسة النعامة، تحطوا راسكم في التراب وترفضوا تشوفوا الواقع. الواقع هو هذا الواقع، اننا في نظام زرواتي، نظام ديكتاتوري، نظام حكا، الفساد، الرشوة، ولات هي القانون ديال البلاد ديالنا. كما قلت لكم هذا شيء مفرح انكم تخرجوا، ولكن في نفس الوقت شيء مرعب، شيء تيخلع. علاش؟ حيت هذا معنيته ان النظام ماشي النظام ديال اليوم، النظام من هذه من اللي بدينا في الاستقلال نجح انه يدخل لكم ويسكن لكم في قلوبكم وفي عقولكم. نجح انه يحط في قلب وفي عقل كل مغربي، يحط فيه مخزني، يحط فيه بوليسي، يراقب هو راسو براسو، ونراقبوا بعضياتنا. شوف هو دابا النظام راه بعيد وحنا كنتهاشوا بعضياتنا. حنا كلنا باغيين نخير بلادنا، ولكن كتهضر كينوض مواطن بحال تيسبك وعلما انك انت كتدافع باغي تدافع على حقوق ديالو. هذا النظام هذا نجح لسوء الحظ انه يوهمنا انه هو الا ما كانش حنا غادي نموتوا، الشمس ما باقيش غتطلع، الارض ما باقيش غادي يخرج منها الزرع، غادي نموتوا بالجوع، غادي تنوض الفوضى، غادي تحرق الدنيا. وهذه كذبه كبيره ما تطلعش علينا حيت حنا عارفين بانه اي حاجه غتجي من بعد هذا النظام اللي كاين دابا غتكون ولو كانت سيئه تكون احسن 1000 درجه من اللي كيعيشوه المغاربه. واش كنهضر على المغاربه؟ كنهضر على المغاربه، ما كنهضرش على المغاربه اللي عايشين بخير وعايشين في البيسينات ولا عايشين في محلات اخرى وعايشين ولا في دول اخرى واكلين وشاربين. حيت المثل ديالنا كيكون اللي يديه في المسخون، اللي يديه كما تيقولوا في الماء بارد ماشي بحال اللي يديه في الماء سخون، ولا ما بقيتش عرفت كيفاش. واش الانسان اللي يديه في الماء بارد وتيقول انا بخير خصو يهضر على نفسه، حيت حالته ماشي بحال واحد اللي يديه في الماء سخون وكيتحرق وتيموت وما لاقيش يهضر. هذا ميساج من غلينديزار لجميع المغاربه وبسلامه. وكنتمنى ان شاء الله واحد النهار هذا الموضوع هذا عوض ما نهضروا بالتخبيه في الانترنت ونهضروا خفاني، هذا الموضوع هذا نكونوا كلنا
مجموعين وكنهضروا في ساحل جامعتنا وباقوى صوتنا وبكل حريه وكتناقشوا، وفي العشيه نرجعوا كلنا لديورنا بلا ما يوقع لنا والو، بلا ما يشدونا، بلا ما يضربونا. فهاد النهار هذا فقط غادي نقولوا المغرب بخير، المغرب وصل لواحد الدرجه مزيانه في الديمقراطيه، المغرب ما خصنا التدخل. هذا النهار فقط اما ونطوندو هذا النهار هذا. المغرب سمحوا لي ماشي مزيان، المغرب سمحوا لي ماشي بخير. الا نتوما كنتو بخير، الالاف المؤلفه ديال البشر ماشي بخير، الالاف المؤلفه ديال الناس ما لاقياش تاكل، الالاف المؤلفه ديال الناس حامله شهادات وما لاقياش تخدم، الالاف المؤلفه ديال الناس كدوز كونكورات ولكن دائما ولد فلان ولا فلان محسوب له الزبونيه، صحابنا كيدوزوا قدامهم. الالاف المؤلفه ديال الناس كتعذب، الالاف المؤلفه ديال الناس ما كتقدرش تعبر على الراي ديالها. وشخصيا كنفضل نموت 1000 درجه على انني ما نقولش الراي ديالي. وبسلام عليكم. هذا قليل دايزار.